محور الحدود بين المغرب والجزائر من أهم الملفات الخلافية ونقطة أساسية في الصراع بين طرفين، وبين الحين والآخر تطفو مشكلة على السطح تشعل حرب التعليقات على وسائل التواصل. هذه المرة أغضبت مجلة ماروك إبدو المغربية الجزائريين بنشرها هذه الخريطة. للمغرب هذه الخريطة على ما يبدو حسب رؤية الجريدة أو المجلة تضم مناطق كبيرة من جنوبي غربي الجزائر، ويقول عنوان المشكلة الحقيقية هي هنا بين طرفين، هي ما يسميها المغاربة بالصحراء الشرقية. دعوني أشرح لكم مسألة أكثر على هذه الخريطة، على نفس الخريطة التي نشرتها المجلة والتي كتبت بالعنوان أن الصحراء الشرقية هي محور الخلاف المغربي الجزائري. المغاربة يقولون أن فرنسا هي التي اقتطعت هذه المناطق مثل تندوف، إدرار وبشار وأعطتها للجزائر بعد الاستقلال، وأن الجزائر تثير دائما مسألة الصحراء الغربية للتغطية على مسألة الصحراء الشرقية على حد قولهم. هذه الخريطة هي الخريطة الحالية بين البلدين، رسمتها فرنسا بعد استقلال الجزائر عام 1962. بعد الاستقلال بسنة اندلعت حرب تسمى حرب الرمال بين الطرفين، ليتم بعدها عام 1972 توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بينهما ترسم بملامحها الحالية. يقول المغاربة إن ما يسمونها بالصحراء الشرقية غنية بالنفط والغاز والحديد ومن حقهم الاستفادة منها. يستدل بعض المغاربة مثلا في ذلك بحقهم في الصحراء الشرقية بالمراجع الفرنسية القديمة التي كانت تسمي الصحراء الشرقية والغربية والمغرب وحتى موريتانيا بالصحراء المغربية الكبرى، لذا يرغبون في استعادة الحدود الجنوبية حتى ربما هنا في هذه المنطقة نهر السنغال. الرد الجزائري جاء عبر مقال تنديدي نشرته وكالة الأنباء الرسمية. جاء في المقال: أوعز المخزن لبعض وسائل إعلامه المقربة من القصر الملكي نشر ملف دعائي يفتقد لأي احترافية إعلامية، يعكس الأطماع التوسعية المغربية، ضمت من خلاله أجزاء من التراب الجزائري المسقي بدماء آلاف الشهداء. بالتأكيد لم تكن هذه الخرجة اعتباطية، إذ جاءت أياما فقط بعد تصريح مديرة الوثائق الملكية بهيجة سيمو حول نفس الموضوع. بهيجة سيمو هذه السيدة كانت قد قالت الشهر الماضي في منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء أن الصحراء الشرقية هي أرض مغربية بحسب وصفها. وحينما أقول الصحراء أعني بها الصحراء بين مزدوجتين الغربية والشرقية أيضا. هنالك خرائط تبين كيف تطورت الحدود، وهو رصيد جد هام حصلنا عليه من رصيد المعزوزي الذي كان متكلفا بهذا الأمر. هنالك ومن بعد الدول الأخرى أيضا شهد شاهد من أهلها، وهنالك بعض الرسوم للحدود، وهنالك الاتفاقيات، وهنالك الرسائل المتبادلة منذ العصر الوسيط إلى اليوم على قضية الصحراء. قضية الصحراء مغربية من خلال وثائقنا. إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني أو البرلمان الجزائري قال إن بلاده دفعت ثمنا باهظا من أجل الحدود وأن الجيش جاهز للردع. كلام قرأ فيه البعض أنه رد على مجلة ماروك إبدو وعلى بهيجة سيمو. نستمع. في الوقت الذي تعمل فيه بلادنا تحت القيادة الرشيدة للسيد رئيس الجمهورية على تعزيز الاستقرار على المستوى الجهوي والقاري والدولي لاستئتاب السلم وإنعاش التنمية وبعث الأمل، يحاول النظام المخزني كعادته التشويش على بلادنا وتسويق أطماعه التوسعية. ومن هذا المنبر نقول له بأن الجزائر مسيجة بدماء الشهداء وعصية على المتآمرين وأعوانهم. لم يصدر حتى الآن أي رد من المجلة أو جهة رسمية مغربية، لكن على وسائل التواصل كان الجدل حاميا، ولكم أن تتخيلوا هذه بعض من التعليقات. رشيدة
المغرب لديه أجندة يمشي على خطاها. انتهى من الصحراء الغربية والآن جاء دور الصحراء الشرقية بحسب رشيدة. أما مدحي، منطقة غنية بالثروات والمعادن خسرها المغرب بسبب الخونة والاستعمار الفرنسي. أما بوعمامة، نصف قرن بحسب رأيه، والجزائر تناور وتحتال وتخلق المشاكل، تطالب بالصحراء المغربية، وكل هذا لتلهي المغرب بحسب كلامه. طبعا يطالب بالصحراء المغربية، ولكن عمليا وفعليا هي الصحراء الغربية. تطالب بالصحراء المغربية بحسب وصف بوعمامة، وكل هذا لتلهي المغرب عن مطالبه المشروعة في الصحراء الشرقية التي اقتطعتها فرنسا الاستعمارية وألحقتها بالجزائر الفرنسية. أما سمير، من المفروض الرد على المجلة يكون من طرف السلطات المغربية، ومدام سكتوا معناها راكم موافقين، ولهذا اللي ينجم يسترجعهم يتفضل. ينجم يعني اللي يقدر.